مليكة علي ربيع أصغر بلوجر قلبت السوشيال ميديا. طفلة بتكسب فلوس كتير قوي وبتعمل فيديوهات وبقت بلوجر مشهورة على السوشيال ميديا، وبيتقال عليها إن أمها بتستغلها خصوصاً بعد طلاقها من جوزها علي ربيع. مين البلوجر اللي قلبت السوشيال ميديا بسنها الصغير ده؟ مليكة بنت علي ربيع نجم مسرح مصر، عندها 5 سنين. اتحولت من طفلة عادية لبلوجر مشهورة، والداعمة الأساسية لمليكة هي مامتها ندى محمود بعد ما حصل طلاق بينها وبين جوزها الفنان علي ربيع. حد يصدق إن طفلة زيها تشتغل وتعمل إعلانات وتكون بتكسب فلوس؟ مليكة مشهورة إنها جميلة وموهوبة وبتضحك الناس كمان، وبتعرف تصور وتغني وترقص، بس محتاجة إن حد يكتشفها. ندى محمود مامتها نشرت على السوشيال ميديا إن علي ربيع مش بيسأل على بنته ومش مهتم بيها، وبعدها اتجاهلت وجوده وسؤاله على بنته، وقررت إنها تكون مكتشفة لمواهب بنتها وتدعمها لأنها كنز محتاج اللي يكتشفه. الغريب بقى إن ندى محمود طليقة علي ربيع، وهي مع علي ربيع ما كانش ليها دور موجود على السوشيال ميديا ولا تفاعل، والأكاونت بتاعها كان مجهول. بس بعد طلاقها فجأة بقت بلوجر وأخدت بنتها في نفس الطريق، وطبعا بوستات الطلاق وإنها طليقة علي ربيع ده كان سبب لشهرتها، وقدرت تلم من وراه جمهور كبير. مليكة ليها شكل خاص أخد كتير من علي ربيع، شعر كيرلي وخفة دم وكوميديا على طول. بتظهر على حساباتها على السوشيال ميديا وهي بتنافس في اختيار اللبس والألوان وكأنها كبيرة في السن، ده غير الإعلانات، واللي أشهرهم إعلان قصر الكبابجي اللي قررت فيه مليكة وندى إنهم يعلنوا عن المشويات والأكلات اللي بيقدمها المطعم. مليكة في كل حتة مع مامتها، وبتعرف تخطف الأنظار ليها بخفة دمها وكلامها، وبتعرف تضيف لأي مكان، وزي ما بيقولوا ابن الوز عوام. وده يخلينا نسأل، يا ترى إيه رأي علي ربيع من موقف طليقته وبنته مليكة دلوقتي؟ ده غير إن طليقة علي ربيع هي اللي ظهرت وقالت إنهم انفصلوا بسبب مشاكل عائلية، وكان سببها والدة نجم مسرح مصر، وإنها بتتدخل في حياتهم الشخصية. من وقت ما اتطلقت بدأت حياتها تتغير، لبس مختلف وغيرت لون شعرها، ده غير إنها بتنزل بوستات وكأنها بتلقح على طليقها علي ربيع، وإنها عرفت إن المظاهر خداعة وإن اللي جوه غير اللي بره. ده غير إنها قالت إن علي ربيع بيشوف بنته عادي ومفيش أي أزمة. ده غير إنها لما اتسألت هي ممكن تتجوز تاني قالت معرفش الأيام مخبية إيه ليا ولبنتي. ندى محمود نزلت كمان بوست بتقول فيه أمك ثم أمك ثم أمك، وإن قالت لك طلق مراتك وتردها هي وبنتك ما تترددش يا قلب أمك، شكرا أنا وبنتك خصمائك يوم القيامة. ومامة ندى محمود قالت إن أم علي ربيع عايزة كلامها يمشي دايما، وإن بنتها في مشاكل من أول الجواز، وكانوا بيقولوا زيها زي كل البيوت، لكن الموضوع زاد لما طردها نجم مسرح مصر، وكانوا عايزين ياخدوا بنتها منها، وفي الآخر سابولها مليكة. ووسط كل التلقيح وكلام تجريح، علي ربيع قال أنا مش بحب أطلع أتكلم عن حياتي الشخصية، وبيعتبر ده خط أحمر. وبعد ما المحكمة حكمت ليها، علي ربيع عمل استئناف، وده كان تصريح منها إجابة على سؤال شخص من المتابعين ليها على إنستجرام: تفتكروا حياتنا الشخصية صح إنها تكون عبارة عن فضايح ومشاعر السوشيال ميديا وكله يعرفها؟ وليه صح علي ربيع ساكت وما بيتكلمش عن حياته الشخصية؟ مستنيين تعليقاتكم وآرائكم، وما تنسوش الشير واللايك. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.